السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحول أي حوالة بريدية أو من حساب لحساب. لو أنت عامل فيزا ايزي باي بتتميز بميزات كويسة. فيزا ايزي باي بتسمح لك إنك تحمل تطبيق ايزي باي في البداية. تطبيق ايزي باي طبعا اللي متابعنا على اليوتيوب بحسبه لكم أسفل الديسكريبشن في الوصف. طبعا هتحمل تطبيق ايزي باي، وطبعا انت لازم تكون مستخرج طبعا الفيزا ايزي باي وبتربطها بالتطبيق. تمام، بتطلب منك تضيف اول ما تفتح البرنامج تطبيق ايزي باي هيطلب منك طبعا شوية معلومات، طبعا رقم البطاقة والاسم طبعا للمستخدم اللي انت مطلع بالبطاقة، ورقم التليفون والكلام دون. هيجي لك رسالة طبعا هتأكد على التطبيق في البداية، وبعد كده هتفتح التطبيق. هي طبعا الفيزا بتتميز ميزات كويسة جدا. هي كارت الفيزا بتتعامل بيها دوليا، يعني مثلا ممكن تشتري بيها مسات، تسدد بيها أي حاجة على الإنترنت. لكن في الفترة اللي احنا فيها دي هي موقوفة دوليا مؤقتا، يعني انك ممكن تعمل بيها تعاملات داخليه بس. يعني مثلا انت مثلا في اي مثلا في الدوله بتاعتك، بس تعاملات داخل مصر. داخل مصر يعني ايه؟ بره مصر مش هتعرف انك تحول، يعني تنشئ حواله او كلام من دون، او تحول من فيزا لفيزا. طبعا هو التطبيق ده بيسمح لك انك تحول اموال، يعني على رقم من بطاقه اي شخص واسمه ورقم تليفونه وكده، بدل ما تقعد تروح المكتب البريد وتنتظر والكلام دون. لا، هتحمل تطبيق ايزي باي. تطبيق ايزي باي هتحمله وهتربط البطاقه بيه الفيزا بتاعتك ايزي باي. هي بتستخرج طبعا تروح تستخرجها ب 100 جنيه دلوقتي، ومثلا تعمل فيها زي ما انت عايز بقى، تبدا من 100. هي بتقبل فئه 50 جنيه ايداع اول حاجه. اقل من كده يعني ما تقبلش معاك، من 50 وانت طالع. وبتحمل تطبيق طبعا ايزي باي، وتقدر انك تبعت من خلاله حوالة بريدية او من فيزا الفيزا على الرقم الفيزا نفسه. طبعا انت بعد ما بتأكد على التطبيق هنا، طبعا بعد ما بتحمل التطبيق طبعا هنا عندك اللي تضغط على الثلاث نقاط على اليسار. هو هنا طبعا في البداية بيظهر لك رصيدك هنا، وعندك مسح بالباركود والكلام ده، تسدد يعني لو عايز تشتري حاجه بالباركود والكلام ده. ما علينا، المهم ان احنا دلوقتي عايزين نحول حواله بريديه. هنا تدفع الفواتير، وهنا تحويل الاموال، وهنا عندك كشف حساب، وهنا تحويل داخلي اللي هو لو عايز تحول لكارت يبقى تحويل داخلي. هنا لو عايز تحول اموال بتضغط على تحويل اموال بالشكل دون، اللي هي هتبقى ايه، بتضغط على زائد، اللي هي هتبقى تحويل الرقم القومي لأي بريد انت عايزه. طبعا هنا بتكتب الرقم القومي للشخص اللي انت عايز تبعت له. هنا الاسم رباعي، وهنا رقم التليفون بتاعه، رقم الموبايل بتاعه، وهنا المبلغ اللي انت عايز تبعته، وهنا اغراض الحوالة والكلام دون. هنا اغراض الحوالة مثلا فليكن مثلا مصاريف عائلية او اي حاجة يعني. تمام، بتملى الخانة دي وتدوس على استمرار، وكده انت خلاص كده اللي هو الشخص اللي انت بعته الحوالة يروح يستلمها بالرقم القومي بالبطاقة بتاعته. اما الخانة التانية بقى تكتب فيها طبعا التحويل الداخلي دون، اللي هو من فيزا لفيزا، اللي هو رقم الفيزا. بتكتب رقم الفيزا والكلام اللي موجود على الفيزا، وبتبعت له من فيزا لفيزا او رقم الحساب، وبيتم التحويل البنكي من فيزا لفيزا او التحويل البريدي. طبعا ده تحويل بريدي ايزي باي تبع البريد المصري. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش في اللايك والشير ومتابعتنا لكم كل جديد. دايما بنحاول نقدم لكم الحاجات الجديدة اللي تسهل عليكم اموركم، بدل ما تروح الى المكتب البريدي انك بتحول من خلال موبايلك مباشرة على طول. بتعمل ايداع في الفيزا بتاعتك يا باشا من ماكينة اي ماكينة اي تي ام اللي هي تبع للبريد المصري، او بتعمل ايداع من المكتب البريد نفسه، مفيش اي مشكلة. طبعا انت علشان تنجز بتعمل ايداع مثلا من اي ماكينة اي تي ام، ومن خلال موبايلك بتبعت في اي وقت بقى، عشان مش شرط يكون المكتب البريد فاتح او
في اي وقت بتحمل الحوالة بتاعتك وتوصل على الرقم القومي اللي انت عايزه بدون اي مشكلة خالص. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.